ايه يا بابا مالك في ايه؟ تعبان قوي ونفسي اشوف اخوك قبل ما اموت. واخوك جاني في المنام وقال انت وحشني قوي يا بابا، واخواتي كمان وحشني، واكيد انا راجع. بجد يا بابا شفته في المنام؟ ايوه يا بنتي. هو راجع، احساسي بيقول لي راجع. اطمن يا بابا. راجع؟ هو مين اللي راجع؟ ما يرجع ولا عنه ما يرجع. انت بتقول ايه يا لي الادب يا بابا؟ امشي يا عم فوزي، يلا بابا تعبان، يلا سيبه كده. انا عارفه انك انت غبي وبتكره اخوك امير، يلا عشان ابوك عنده السكر، يلا امشي. خليه يقعد مواضيع هناك. الواد ده جاحد، عايز يموتني، عايز يموتني. طمن يا بابا، طمن. مش عارف الواد ده عايز ايه، عايز يقضي عليا وانا تعبان. طلع قاسي ليه ما اعرفش الواد ده، مش عارف. اطمن يا بابا، امير راجع، احساسي بيقول لي راجع قريب كمان. يا رب يا بنتي يا رب. الو، مين معايا؟ ازيك يا بابا؟ انا امير ابنك. ازيك يا امير، عامل ايه يا حبيبي؟ وحشني قوي يا ابني. انت كمان اكتر يا بابا والله. ربنا يخليك يا حبيبي. ايه مش ناوي تيجي ولا ايه؟ انا محضر لك مفاجأة بس ب1,000,000 جنيه يا بابا. مفاجأة؟ ايه هي يا ابني؟ ده انا نفسي اشوفك يا حبيبي قبل ما اموت يا ابني. لا يا بابا، ما تقولش كده. ربنا يخليك لينا يا رب. ما انت بقالك كتير يا ابني وما بتجيش. انا راجع قريب ان شاء الله، ما تقلقش. تيجي بالسلامة يا ابني. طيب مع السلامة يا بابا. الله يسلمك يا حبيبي. ماشي يا بابا، ربنا يحفظك يا رب، في رعاية الله. سلام. قولي لي يا بنتي، ايه موضوع خطيبك ده؟ ليه 5 سنين لا حس ولا خبر؟ ما تقلقش يا بابا، امير طيب وابن حلال، ولسه كان معايا على التليفون امبارح. ربنا يجيبه بالسلامه يا بابا. يا ريت كلامه يكون صادق يا بنتي، ما يكونش زي كل مره اونطه. لا ما تقلقش، امير ابن حلال، بس انت ادعي له ان يجي لنا بالسلامه. ربنا يسهل الامور. خليك ليا يا بابا. ربنا يخليك يا بنتي، ربنا يخليك ويتمم لك على خير. تعيش يخليك لينا يا رب. يا رب يا رب يا رب. ما تقلقش. ربنا يسهل الامور يا بنتي، ربنا يسهل الامور. الو، ازيك يا هشام؟ مين معايا؟ انا امير. ازيك يا امير؟ وحشني. محضر لك مفاجأة يا هشام. مفاجأة؟ اه. مفاجأة ايه؟ انا على باب الاسانسير. باب الاسانسير؟ اه. على باب الاسانسير؟ طب انا خارج لك من الشقة اهو. امير، الحمد لله على السلامة. حبيبي يا هشام، وحشني والله، وحشني. نتكلم جوه، تعال. يلا تعال. مالك يا بابا؟ انت قاعد كده ليه؟ في ايه؟ تعبان يا بنتي. خير يا بابا؟ في ايه؟ يظهر ان انا هموت. بعد الشر عنك يا حبيبي، بعد الشر عنك. وكان نفسي كان نفسي افرح بأمين اخوك. ليه كده يا بابا؟ بس ان شاء الله والله الغيب حجته معايا، بس انت قوم يا رب. يا رب يا بنتي يا رب. ما تقلقناش عليك يا بابا بالله عليك. انت ليه يا بابا مفرق بينه وبين امير؟ عشان انت يا ابني شرس، لكن هو طيب، انسان طيب من جوه، لكن انت شرس. وليه بتكرهه؟ ليه؟ بقى انا شرس؟ انت شايفني ان انا شرس قدامك؟
كده يا شوقي؟ ماشي يا شوقي. جعفر، تحت امرك يا بص. ايوه يا بص. تعالى لي دلوقتي حالا، عايزك. طب اهدى بس يا بص، في ايه؟ مفيش حاجه يا جعفر، هتفهم لما تيجي. حاضر حاضر، جاي لك، مسافه السكه يا بص. تحت امرك يا بص. في ايه يا بص؟ تحت امرك. بص يا جعفر، تأمرني. انا عايز قرصه خفيفه كده لشوقي ورجالته. نذبحهم لك يا بص، نذبحهم. لا، نذبح ايه يا جعفر؟ انا عايز قرصه خفيفه كده، مهما كان هنحتاجهم برضه يا جعفر. تحت امرك يا بص، اعتبره حصل. يلا يا جعفر. ماشي يا شوقي، ماشي. امين عيد. عمر يا فندم. انت فاكر جعفر بتاع تجارة الاعضاء؟ ايوه يا فندم. طب عايزين تجيب لي تحريات عليه خلال 24 ساعة عشان نعرف مين الراس الكبيرة اللي وراه. حاضر يا فندم. تمام؟ تمام يا فندم. اقل من 24 ساعة تجيب لي التحريات بتاعته كلها، تكون عندي هنا ان شاء الله يا فندم. حاضر. انت قدها ودود يا عيد. تمام يا فندم. الو. الو. ايوه، مين؟ حبيبي، انا الخواجه اشموني يا حبيبي. اهلا بالخواجه اشموني. انت بقالك 7-8 شهور يا خواجه مختفي. انت بتروح فين؟ موجود حبيبي، موجود. جاي لك حالا حبيبي. بقول لك حضر لي الفلوس بتاعك. 10 مليون. 10 مليون ما ينقصوش تعريف يا حبيبي. انت بتكلمني انا يا خواجه بالاسلوب ده؟ اللي قول لي يا خواجه، اخبار زينات ايه؟ ها؟ زينات؟ زينات؟ انت عرفت زينات حبيبي؟ انا اعرف عنك كل حاجه يا خواجه. انا عايزك تسيب من عندي دلوقتي. اوكي يا حبيبي، اوكي. جاي لك في الطريق يا حبيبي. انت تأمرني بتبص حبيبي. تمام، انا تحت امرك حبيبي بتبص حبيبي. زينات. بيج بوس. حبيبي. اهلا. حبيبي بيج بوس. اهلا بالخواجه اشموني. اهلا حبيبي. عملات كلها موجوده، كله تمام. بص، تمام يا خواجه. كله تمام حبيبي. ده نص المبلغ يا خواجه. حبيبي احنا قلنا $1,000,000. $1,000,000 ما ينقصوش حبيبي. لما تسلمني بقيه البضاعه يا خواجه، ولا مش عاجبك؟ لا حبيبي، كله تمام زي الفل ان شاء الله. بس حبيبي سلمكم بقيه البضاعه، اخد باقي الفلوس. اوكي حبيبي، اخد باقي الفلوس. اوكي ماشي يا خواجه. شاو حبيبي، شاو. خواجه. ها حبيبي. هتوحشني يا خواجه. اوكي. انت كمان هتوحشني كتير. تشاو بيج بوس، تشاو. جعفر، الخواجه لسه خارج من عندي حالا، خلص عليه. صباح العسليات والسكريات والسعادة كلها يا معلم. في ايه يا واد يا مسعود؟
طالب الرضا والسعاده يا معلمه. اتنيلت رزق. تسلمي لي يا معلمه. خير والله كل خير يا معلمه، انا عمري جيت في حاجه الا في خير. لا المره دي بقى جالك في خير وخير وخير وخير. قول بقى عايز ايه والمعلمه سامعاك. والله يا معلمه انا طالب الرضا وطالب الشرف وطالب السعاده، انا عايز اتجوز اختي. اختنا؟ يا معلمه. وانا مش قد المقام ولا ايه؟ لا مش قد المقام ولا ايه؟ انت شايف ايه؟ اللي انت شايفاه يا معلمه. انا شايفه ان انت ما تجرؤش تكلم المعلمه في حاجه زي كده. ليه يا معلمه؟ ده انا عشان هتندفن ومش هيبلغ. اقف يابا. ده انا طول بعرض يا معلمه وكسيب وعجيبك. ده اللي انا بشوفه. انت حاسس باللي انا هقوله؟ انا شايفه عرض مش شايفه طول. اقعد يابا. طول ايه وعرض ايه؟ هنكدب من اولها. مسعود انت بتعز المعلمه وربنا وحده اللي يعلم انا بعزك قد ايه يا معلمه. وحياه ما عزتش عندك ما اشوف وشك هنا تاني، والا هتندفن تشتغل معايا. ما تجيبش سيره الموضوع ده. يا خبر جاي معاك. ايه حبيبي انت عايز من ايه؟ حبيبي الله يرحمه. يلا يا حبايبي بقى عشان نشوف هنعمل ايه النهارده. مامي انا عايزه شوكولاته وانا رايح الملاهي. يا اختي بس كده يلا النهارده ان شاء الله اليوم هيبقى جميل وهجيب لكم كل اللي انتوا عايزينه. اسمعوا كلام سامع؟ كل اللي انتوا عايزينه النهارده انا هعمله لكم. في واحد سرق اطفال حارس زمزم الدور الخامس. خد يلا تعالى. مش من رجاله المعلمه؟ جعفر ايه اللي موقفك هنا يا جعفر؟ انا في اي حته وفي اي مكان تلاقيني يا شاب. ليه بقى؟ الاعضاء البشريه والشغل بس تحس وبعدين ما تلفش وتدور معايا عشان خلص. خلص في ايه؟ كده خلاص يا جعفر. خلص يا دكتور. ماشي يا جعفر. جرت ود بس من البكبوس. ماشي؟ ماشي يا جعفر. بس الدور الجاي مش عارفك ايه اللي جرالك. ماشي يا جعفر. متخافوش يا ولاد. يلا يا ولاد روحوا لمامتكم. حبايبي يا ضنايا يا بنت كريم يا كريم يا رب. الحمد لله يا بنتي ان ولادك رجعوا لك بالسلامه. الحمد لله. الحمد لله يا بابا الحمد لله. احمدي ربك يا بنتي، احمدي ربك. انت عشان قلبك ابيض ربنا رجع لك ولادك بالسلامه. الحمد لله الحمد لله. الحمد لله يا بنتي الحمد لله ان رجعوا لك بالسلامه. الحمد لله. الحمد لله يا رب انت اللي عالم بحالي يا رب. يا رب انت اللي عالم بحالي. ازيك يا حسام بيه؟ الله يخليك. عامل ايه؟ الحمد لله تمام. الله يخليك. وحشني جدا والله. الله يخليك. انت ابن عمي وسندي واخويا الكبير بعد ربنا سبحانه وتعالى، وانا بحبك جدا وبعزك جدا. وربنا علما بحبي ليك وانت شيء يشرفني. كانت امنيه حياتي من زمان ان انا اخد مالي
دي حاجة تشرفني، وانت مش غريب، وكل حاجة تحت امرك اللي انت عايزه. ربنا يبارك لي فيكم يا رب. ثواني. الو. طيب يا فندم، حاضر تحت امرك. انا جاي حالا يا فندم، تحت امرك تأمرني. ماشي يا فندم، اتفضل اتفضل يا معالي الباشا. استاذنكم عشان انا جاني تليفون وعندي مأمورية ضروري. استاذنكم البيت بيتك ومفيش حد غريب وماي معاك. اتفضل. ياه، اخيرا حلم حياتي اتحقق. الحمد لله اللي انا خلصت من الست التانية دي، ده كان كابوس على قلبي. وانا هغير لك كل حاجه وان شاء الله اللي جاي احسن. انت متأكدة اللي جاي احسن؟ انت انسان طيب يا امير وتستاهل كل خير. شفت يا بابا، شفت يا بابا اللي قادر اعمله؟ في ايه يا بنتي؟ اهدي يا بنتي وقولي لي في ايه بس؟ راح خطب يا بابا واحدة تانية وسابني بعد 5 سنين، بعد 5 سنين فضلت مستنياه، بعد ما رجع راح خد واحدة تانية. ما انا قلت لك الكلام ده من زمان. اعمل ايه دلوقتي وانا مش عارفة؟ اهدي يا بنتي، اهدي ربنا ينتقم منه، ربنا ما بيسيبش حد، اهدي الله يخليكي. مش عارفة اعمل ايه. اهدي يا بنتي، اهدي يا بنتي، اهدي يا بنتي، اهدي ربنا يهديكي. يا رب يا رب ما تسيبش حقنا يا رب، احنا غلابة، احنا غلابة يا رب. ربنا ينتقم منه. شوف الدنيا وبلاويها. بس انا مش هسكت يا بابا، مش هسكت. اسكت يا بنتي. لازم ارد له القلم، لازم ارد له القلم يا بابا. 5 سنين وخلى كل الناس عرفت ان انا مخطوبه له وفي الاخر سابني. انا مش هسكت يا بابا، مش هسكت، مش هسكت يا بابا، مش هسكت. بنت عبدي يا رب ضيعش حقنا يا رب. بنت عبدي ربنا معاكي، ربنا معاكي يا بنتي. كويس ان لحقت. انت رايح فين؟ ايه يا نور؟ الموضوع اللي انت عارفه. ايه هو؟ امير ماله؟ ما انت عارف امير سابني وراح خطب واحده تانية، وكده كده انا وانت عايزين نخلص منه. ما لازم ندفن. ايه؟ لازم ندفن عشان سري يدفن معاه، يعني لازم نقتل. اتفقنا؟ طب ومين اللي هيقتله؟ جعفر، شممه انت الفلوس وعلى طول هينفذ. نقتله وربنا هيقدرنا على فعل الخير. البيت بص بيسلم عليك يا دكتور. مكافئتك. المكافأة دي ليك انت. احنا ما بناكلش حق حد. انا عايز خدمة منك. امورني. امير ضحى بقبره بايديه وينقش ورانا. عايزك تخلص عليه. يا ابن الكلب. عاوز نخلص عليه؟ خلص لك عليه. طول ما جعفر بيشم ريحة الفلوس اعمل المستحيل يا دكتور. ربنا يقدرك على فعل الخير. اعتبره ميت. ربنا يقدرك على فعل الخير. انت طلعت بتتاجر في عداء الاطفال وبتتاجر في المخدرات كمان. ده انت ما طلعت السهل، وكمان بتتامر على موتي. طيب ام سلاسل. ايوه يا حسام، بقول لك الدكتور ابن خالتي هو اللي طلع بيتاجر في اعداء الاطفال وطلع بيتاجر في المخدرات. تمام كده؟ انا كشفت لك كل حاجه، وكمان بيتآمر على موتي، كمان بيتآمر على موتي يا ابن الكلب. حاجه لكم زنوه؟ ايوه انا زنوه. انا جاي لكم عشان تساعدوني. في ايه؟ في واحد اسمه هشام بيتاجر في تجاره الاعضاء المخدرات. جاي تبلغ عنه ليه؟ عشان افضحه واجيب حق الناس الغلابه. واضح ان انت انسان طيب وخلوق. هم دول ابناء الوطن اللي بيخافوا على مصلحه الوطن.
انا اللي يهمني ان الاسر ما تتيتمش، وانتوا شايفين حال الناس في الشوارع عامل ازاي. فانا جاي بستنجد بربنا واستنجد بيكم عشان انتوا اللي هتجيبوا حق الناس الغلابه. تمام. صك صحفي هايل. لازم انتقم منك يعني. الو. الو. ازيك يا امير؟ ازيك يا نور؟ عامل ايه؟ بخير. حضر لك حته مفاجاه. مفاجاه ايه؟ هتبقى مفاجاه ازاي لما اقول لك؟ على العموم هتتفاجئ مني كويس قوي. سلام. لازم اخليك تندم على اليوم اللي سبتني فيه، وهشوف انا ولا انت. ايه رأيك في المفاجأة؟ كله تمام يا بكرس. صاحبك سافر بعيد في مكان وفلوسك هيبص ايه. الله ينور عليك يا جعفر. طول عمرك دراع اليمين يا جعفر. ايه ده؟ دول دخلكم هنا. مين دول يا جعفر؟ ما اعرفهمش يا بص. دي على السلامة يا بص. انتوا مين؟ بس هنعرفك احنا مين. طب باذن يا بص، عايز مني انا حاجة؟ الحمد لله على السلامة يا عم جعفر. قوم. انا اللي هقول لك نور، اتفقت انت نور تقتلوا الواد الطيب الغلبان؟ كل ده حقد وغل في قلبكم قدامي. غرف داهية، أهم حاجة خلصنا منه. قدامي.
الحق يا معلم، الحق يا معلم، مصيبه سودة. في ايه؟ اتقبض عليه يا لهوي. والدكتور كمان يا معلمه اللي هو حذرك. يا بوما انت يا بوما يلا وقت يا معلمه اقعدي يلا. قومي يا بنتي معايا يلا قومي. تعالى خد الواد ده يلا. ماشي. لما يا فندم في اتنين من بره حضرتك عايزين يخشوا. خليهم يتفضلوا. ماشي يا فندم. اتفضلوا يا فندم. مساء الخير. مساء الخير يا فندم. نهى عبد الرحمن. اتفضل يا فندم. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. اتفضلوا. نهى من اخبار الاسبوع الدوليه. اتفضلوا يا فندم. طبعا كل الناس تابعت الفتره اللي فاتت تجاره الاعضاء، وعرفنا ان انتوا مسكتوا العصابه. ممكن نعرف ازاي وصلتوا لهم؟ احنا عملنا تحرياتنا وكثفنا جهود مباحث وجهود الامن العام، وتم القبض عليهم، وتم عمل المحاضر اللازمه، وتم تعيينهم للنيابه لاتخاذ اللازم. حضرتك جريمه النهارده جريمه بشعه، عايزاك تكلمنا عليها. يعني سرقه الاعضاء ديت وجديده على مجتمعنا. بالنسبه لسرقه الاعضاء موجوده، وتم البلاغ عنها، وتم فحص الاشخاص، وتم القبض عليهم، وتم تكثيف التحريات والمباحث والامن العام، وتم القبض على كل الافراد، وكلهم تحملوا للنيابه لاتخاذ اللازم، واتعملت المحاضر اللازمه ليهم. فاحنا بنوعي الاهالي، بنوعي الناس ان هم ينبهوا اطفالهم واولادهم، وكله يبقى حريص. يعني ايه الاجراءات اللي اي حد مواطن ياخدها بحيث ان هو ما يتعرضش لسرقه اعضاء؟ يكون حريص وما يعملش لاي حد في الشارع بمجرد ما يقول له تعالى اركبك معايا مواصلات، اوصلك، تعالى اركب معايا، تعالى اجيبك، تعالى اروحك، عايزينك وديني الحته الفلانيه دي، ويعمل مثلا تعبان يسنده، لا، ما يعني يحط في اعتباره كل الاحوال. بس الجريمه دي جديده على مجتمعنا يا فندم. جريمه جديده او قديمه، كل الجرائم مليانه. وكل واحده ماشيه، وكل واحد مش حدش هيمشي وراها حرس، لا، هي تكون حريصه وجوزها حريص واولادها، وفي توعيه كامله بالنسبه لكل الافراد. هي مافيا دوليه بقى. هي دخلت علينا دخيله جديده. ايوه. فكله هنا ابتدى يشتغل فيها، فاحنا بنعمل تحريات وبنكثف جهودنا وتحرياتنا بمعرفتنا ومعرفه الناس معانا، وبنجيب الاشخاص دي وبيتم القبض عليهم، ويتم عرضهم على النيابه، ويتم اتخاذ الاجراءات القانونيه حيالهم. تمام. ميرسي يا فندم، بشكرك واتمنى لك حظ سعيد بالنجاح والتوفيق. احنا اللي بنشكر حضراتكم، وشرفتونا وتحت امركم في اي وقت، والمكتب مفتوح، وشرفتونا وتحت امركم يا فندم. تجاره دخيله على مجتمعنا، عصابات مافيا دوليه لتجاره اعضاء البشر، بندق ناقوس الخطر، لابد بدق ايد من حديد على كل من تسول له نفسه لزعزعه امن وامان واستقرار الوطن. كان معكم نهى من اخبار الاسبوع الدوليه. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.